فجعلناهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. حسرات حسرات أحرى. لما تفتكر يوم القيامة، لما يفتكر المجهود اللي عمله عشان يكلمها، لما تفتكر أول مرة رضت تبص له، أول مرة ادته نمرتها، أول مرة ردت عليه، أول مرة خرجت معاه، أول مرة قال لها بحبك وقالت له بحبك وكانت راجعة طايرة من الفرح. حسرات عليه. أنا كنت أقدر أسيبه، أنا ما سبتكش ليه؟ أنا ما ضحيتش بيك عشان ربنا ليه؟ هتفوقي إمتى؟ هتفوقي لما تلاقي نفسك بتطرد من على حوض النبي عليه الصلاة والسلام بسبب علاقتك بيه. هتفوقي لما تلاقيه بيتبرأ منك يوم القيامة قدام ربنا. هتفوقي إمتى؟ هتفوقي لما تلاقي الأرض اللي أنت كنت بتقف معاها عليها بتشهد عليك قدام ربنا. هتفوقوا لما تلاقوا ربنا بيقول لكم يوم القيامة لما جعلتموني أهون الناصرين إليكم. هنفوق امتى؟ هتفوق وانت بتموت ساعة سكرات الموت في اخر 5 دقايق في عمرك، وانت بتفتكر شريط حياتك وندمان على العمر اللي ضيعته في معصية الله معاه. حتى لو اتجوزتها بعد كده كل لحظة قضيتها معاه في علاقة محرمة كلها محسوب عليك وتحسب عليها. هتفوق امتى؟ هتفوق لما تلاقي بيتغرس في جسمك لواء يوم القيامة مكتوب عليه غادر، لانك غدرت باهلها وضحكت عليهم ومشيت مع بنتهم من وراهم. هتفوق لما تلاقي ابوها وامها واخوها واخواتها واعمامها مستنيينك على القنطره بيقولوا لك لازم ناخد حق عرضنا اللي انت دنسته بمشيك معاها في الدنيا قبل ما تدخل الجنه. هياخدوا كل حسناتك ساعتها. هتفوق امتى؟ هتفوقي امتى؟ لما تلاقي كل مكالمه وكل قعده وكل وقفه معاه متسجله عليكي صوت وصوره وبتتعرض قدام ربنا يوم القيامه. هنفوق امتى يا شباب؟ هنفوق امتى يا جماعه؟ هنفوق امتى يا امه محمد؟ حب ربنا، الحب الحقيقي، الحب العظيم الطاهر البريء، اعظم حب في الوجود. حب ربنا خلى ناس تحب اكتر مكان مكروه على وجه الارض. ايه هو؟ السجن. ابن تيمية لما سجنوه في القلعة قال لهم لو اعطيتكم من هذه القلعة ذهب ما كافأتكم على ما فعلتموه. ليه؟ خلوني في خلوة مع حبيب، قربوني وبردوا شوقي الى الله سبحانه وتعالى. كفى بالله حبيبا. انت عايز حد يحبك ليه؟ عايز حد يحبك ليه؟ كفى بالله حبيبا. مالي ومال الاغنياء وانت يا رب الغني ولا يحد غناك. مالي ومال الاقوياء وانت يا ربي عظيم الشان ما اقواك. اني اويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت اعز من مأواك، ما رأيت احب من مأواك. حب ربنا خلى ناس تعمل ايه؟ حب ربنا خلى ناس تضحي بعمرها كله. احد السلف لما ضحى بعمره كله في عبادة ربنا وهو بيموت بيقول اني عطشان لم اروى من حب ربي، اني جوعان لم اشبع من حب ربي. حب ربنا خلى ناس تسهر الليالي. لهفت قلبك عن نظر لسبحات وجه الله قد ايه. يتوقف نبض شوارعهم إن سمعوا الداعي للصلوات. ملكتني الدهشة حين مضت للمسجد آلاف الخطوات. أحسست الكون يشاركهم ويصلي في تلك اللحظات. انا عايزك دلوقتي غمض عينيك، غمض عينيكي، غمض عينيك بس. انا عايزك تطلع بقلبك فوق. وصلت لعرش ربنا. شايف ايه؟ شايف الملائكه وهي بتطوف. طب خلي قلبك فوق. شايف ايه تاني؟ شايف البيت المعمور والملائكه بتعمل ايه حواليه؟ بتطوف. لهفه رهيبه. خلي قلبك فوق. شايف كل شمس في الكون بتطوف، وكل قمر في الكون بيطوف، وكل كوكب في الكون بيطوف، وكل مجره بتطوف، وكل شهاب بيطوف. الكون كله هايم في حب ربنا. كل ذره في الحجاره بتطوف وانت قلبك قاسي ليه؟ كل ذره في الجبل بتطوف من حب الله وانت قلبك قاسي ليه؟ انا بحبه. فين الدليل؟ اذا كنت اخترت غيره عليه، اذا كان غيره نداكي وربنا نداك، اجبت نداء غيره وما اجبتيش نداء ربنا اللي بيتنزل ليكي في كل ثلث اخير من الليل. عشان ايه؟ عشان يريد منك حاجه؟ لا، عشان يغفر لك ويرحمك ويهديك ويجبرك ويرفعك ويشفيك ويجيب دعائك ويلبي نداءك ويفرج كرباتك ويجيب طلباتك. ربنا يا جماعه، ربنا
ربنا اللي بيقول لداود في اثر من اثر بني اسرائيل: يا داود لو يعلم المعرضون عني انتظاري له وشوقي الى ترك معاصيه لذابوا شوقا الي ولتقطعت اوصالهم من حبي. يا داود هذه ارادتي بالمدبرين عني فكيف بالمقبلين علي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كروة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. اقبلي وشوف هيعمل لك ايه، اقبل وشوف هيحبك قد ايه.